السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في قناة فاتي كوكينج. ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم جيتكم بهذا الميني باغيت بالكراميل والشوكولا، وصفة بنينة وسهلة تقدروا تحضروها في العيد. وقبل ما نروحوا للوصفة ما تنسوش تدعمونا بجيم والاشتراك في القناة، ونصلوا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ونقولوا بسم الله. عندي 125 غرام مارغرين وزوج مغارف كبار سكر ناعم، ونخلطهم شويه بسباتول، ونكمل نخلطهم هكذا شويه قبل ما نستعمل الخلاط الكهربائي. اللي ما عندهاش تقدر تكمل غير بسباتول. ونضيف صفار بيضة، نكمل نخلط شويه. وهنا عندي ملعقه كبيره قهوه سريعه الذوبان، نكون حليتها بشويه ماء. وصدقوني هذا الذوق تاع القهوه راح يزيد لكم بنه. ونزيدهم لهذاك الخليط ونمزجهم كيف كيف. ونضيف ملعقه كبيره مايزينا وندخلها في الخليط قبل ما نستعمل الخلاط. من بعد نبدا نضيف الفارينه ونبدا ندخل فيها غير بسباتول. ومن بعد نبدا نستعمل اليدين باش نعرف القوام تاع العجينه. وهنا الفارينه انا جاتني حوالي 300 غرام. ونبقى نطم فيها حتى نتحصل على عجينه تكون طريه بصح ماشي بزاف. وندير العجينه في كيس بلاستيكي ونخليها ترتاح حوالي نصف ساعه في الفريجيدار. بعد ما ارتاحت نجيب هذا الليمول تاع الميني تارتلات ونبدا نعمر فيهم. نسقمهم مليح ونحي الزوائد باش الحبات يجونا شابين. وبعد ما نكمل كامل الحبات نديرهم في سنيوه ونثقبهم شويه بالفرشيطه، وضروري نثقبوهم باش ما يتنفخوش في الفور. ونديرهم يطيبوا في فرن مسخن على 160 درجه لمده 15 دقيقه. ونروح نوجد الحشو. هنا عندي كاس غير اصبع كراميل و100 غرام شوكولا بالحليب، ونديرهم فوق نار هاديه ونبقى نحرك فيهم حتى تذوب لنا كامل الشوكولا. وبعد ما ذابت نضيف لها كميه من اللوز محمص ومرحي خشين. نخلطهم مليح، وكان نصيحه ما تكثروش بزاف المكسرات باش ما يجيكمش الحشو تاعكم ناشف. وبعد ما طابوا خليتهم يبردوا، ونجي نعمرهم بالحشو اللي كنا حضرناه بهذه الطريقه كما راكم تشوفوا. ونزيد لهم حبه جوز من الفوق، هذا اللي راح يخلي القاطو تاعنا يكون عنده بنه متميزه. كي نكمل كامل الحبات نجي نقلاصيهم بشوكولا نكون ذوبتها في حمام مائي. طبيعه الحال لازم تخيروا شوكولا تكون نوعيه جيده باش القاطو تاعنا يجي بنين. نكمل نقلاصيهم ونجي نزينهم، والتزيين اختياري. انا زينتهم بهذا الورد. نخليهم ينشفوا مليح ونديرهم في الكيسات قبل ما نقدمهم. الحلوى هذه جات بزاف بنينه، ننصحكم انكم تجربوها وتخلوا لي رايكم في التعليقات.
وقبل ما نكملوا الفيديو ما تبخلونيش بجام والاشتراك في القناة باش تشجعوني للمزيد، وتقدروا ثاني تتبعوني في مواقع التواصل الاجتماعي، ونتلاقوا ان شاء الله في وصفات اخرى. والسلام عليكم ورحمة الله.